السلام عليكم. لو انتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي فده معناه ان انا اخيرا خدت القرار ان انا انزل الفيديوهات دي على اليوتيوب. المفروض ان انا بقالي فتره بتحجج باي حاجه تقريبا ممكن تخطر على بال اي حد عشان ما اعملش فيديوهات، بتحجج بالمعدات، بتحجج بالشغل، بتحجج ان انا مش فاضي، باي حاجه ممكن تخطر على بالك. ولكن قررت ان انا اخد القرار اللي بقالي كتير قوي باجله، وهو ان انا اعمل فيديوهات عموما، مش هشغل بالي باي حاجه لها علاقه بالمعدات ولا الناس ولا اي حاجه، وهحاول ان انا اصور براحتي في الشارع يعني عادي. فانا ايديا وجعتني بصراحه، فصحيت النهارده واخد القرار ان انا هبدا تصوير ومش هاجلها تاني. وفي هنا سؤال مهم جدا، وهو هل الفيديوهات اللي انا بعملها دي ليها سبب، او يعني في سبب ليها، ولا بعملها كده وخلاص تحدي مش اكتر؟ وللامانه ليها اكتر من سبب. ولكن دلوقتي خلينا نروح الجيم الاول، عندنا تمرينه نار، وبعد كده نطلع على الشغل. يلا بينا. مسوي حالي كيسي نايستات بقول لك يلا بينا وخدكم معايا الشغل ومش عارف ايه. يمكن اصعب حاجه في موضوع التصوير في الشارع ده ان انت بتبقى ماشي رافع دراعك قدام الناس، عمال تتكلم، الناس عماله تبص عليك. ف وضع غريب جدا، يعني فكره انك تتغلب عليه غريب جدا، خصوصا ان احنا في 2026 وكل حاجه، والناس كلها بتستخدم السوشيال ميديا وبتاع. بس برضه لسه الموضوع ويرد ان انت تبقى ماشي كده ماسك الموبايل وانا بصور بالكاميرا الخلفيه، فانا مش شايف نفسي حتى. فالموضوع اغرب بكتير. الجيم تقريبا ما فيهوش حد غيري. السبب الاول ليه ممكن اكون بعمل كده، ان تخيل مثلا بعد كام سنه لما اخواتي يتجوزوا مثلا ويخلفوا، واولاد اخواتي معايا، الجيل اللي جاي طبعا بتاع التكنولوجيا كله اكتر مننا كمان، فتخيل بقى ان انا بوري له بقى الكونتنت اللي انا بعمله على اليوتيوب، بقول له بص يلا شوف عمك يلا الروش، وانتوا رايحين كنا احنا راجعين، والحاجات دي. حاجه جامده يعني. السبب التاني ان انا ببقى مبسوط باللي انا بعمله دلوقتي، يعني كل العمليه اللي انا بعملها دي دلوقتي ببقى مبسوط بيها جدا، فبالنسبه لي حاجه بستمتع بيها. زائد كمان ان انا عايز اجرب الموضوع ده من زمان، يعني انا بعمله من قبل كده بس عمري ما نزلته، فقلت ليه لا اخد تجربه بدل ما انا عمال اسوف واقول الناس هيشوفوني ازاي في الشارع ومش عارف ايه ومش عارف. فيلا نكسر الكلام ده كله وندوس. حتى لو بسجل من غير مايك كنت هاجل بسبب المايك، بس قشطه يعني عادي. قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. للاسف بسبب الحماس تقريبا استفطر، فبدات اعاني. الفكره بقى في ايه؟ ان مفيش حد من كل الناس اللي كانت في الشارع دي فارق معايا، ولا انا فارق معاه بجنيه، ولا حد فيهم بيدفع لي فلوس النت اللي هرفع بيها الفيديو، ولا حد فيهم بيقبضني اخر الشهر، ولا حد فيهم مسؤول عني باي شكل من الاشكال. هو بس بيبقى شايف ان انت بتعمل فعل غريب فبيبدا يبقى مستغربه بس مش اكتر. بس مجرد ما هتعدي من قدامه 5 دقايق مثلا مش هيفتكرك ولا هيفتكر اللي انت عملته ولا هو عارفك اصلا. جدع قوي داخل اقول الكلام ده في الصاله. في مشكله دلوقتي، وهي ان انا حرفيا هموت من الجوع. انا مش رايح الجيم تاني، ومش مش عامل فيديوهات ايه في الفيديوهات. استاذ يوسف البيرسونال براند اهو قاعد بيخبط دماغه في اللابتوب. دلوقتي هيتم فطار الملوك. هو مش فطار، هو تصبيره قبل الفطار، عشان احنا مش هنفطر دلوقتي، يتم تصبيره. بص يا صاحبي، لو عملت حاجة غلط اه. وعايز ترجع اه. فدوس كنترول زد. بجد؟ والله. طب لو انا ماك؟ كوماند بقى، كوماند زد. كوماند زد. اه. سلام عليك. في الصباح الباكر لا يمكنني بداية يومي إلا بكوب من القهوة، فالقاف يعني القوة، والهاء الهدوء، والواو وردة. المهم ما علينا، يعني السبب اللي بعد كده ان هستغل الفيديوهات دي في ان انا اعرف الناس اكتر عن المجال اللي انا شغال فيه، لان اكتشفت ان اغلب الناس اللي يعرفوني سواء قرايبي او صحابي ما عندهمش معلومات كافيه عن المجال اللي انا شغال فيه ده. فلما بقول لهم مثلا شغال كونتنت كريتور او فيديو اديتور او حتى شغال في الماركتنج، فبيبقى دايما السؤال المعتاد ايوه يعني بتعمل ايه. فهحاول في خلال الفيديوهات دي ان انا اوصل او اشرح للناس اكتر عن الديجيتال ماركتنج او الماركتنج ايجنسي، ايه اللي بيحصل جواها من خلال الكواليس اللي بتحصل بتاعت الشغل، او من خلال الناس اللي هتظهر معايا في الفيديوهات. في شارع هنا كل ما بعدي منه
بقعد ادعي ربنا ان هو يرزقني واقدر ان انا اشتري شقه فيه او اقعد فيه او اقعد في مكان احسن منه. وبدعي بجد، مش اللي هو يا رب وخلاص، لا يعني ببقى حاسس انها تحصل، وممكن سنه من دلوقتي ولا حاجه عادي. يعني حصلت معايا قبل كده في حاجات كتير، فمش حاجه مستحيله على ربنا يعني. حتى لو ما حصلتش فربنا اكيد هيكرمني بحاجه احسن يعني. تفاصيل مفيش غيرك جنبي. مش الحاجات دي لو نزلت انا اعرفك. شايف المسافه اللي بوظ الحركه دي حركه حلوه. المسافه اللي وقفت دي المفروض وهي دي بتروح دي بتظهر، لما مش دي تروح وتقف وبعدين انت تظهر دي. بس دي تقريبا بتاعت الابلكيشن. وده ارت ديريكتور بس في شعر 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 طويل ولا نفسه يبقى أكل مجنون انا دلوقتي. خلي بالك ممكن اسعار اي حد تشتغل في الماركتنج، تاكل بقى ايه فول بالذهب، دي فيه جزيئات ذهب. ده الاوردر بقى بيبقى جاي ايه دايما فاتوره عشان ضريبه. استاذ فريد لابس زيي، فيعني حاجه مشرفه ليا طبعا. النهارده عندنا تصوير بره، بروجكت مهم شغالين عليه بقالنا فتره يعني، فمحتاج الم المعدات دي كلها واخدكم معايا في يوم التصوير عشان تشوفوا الكواليس، نشوف احنا بنعمل ايه، نحاول نعمل اي اكشن كده في الفيديو يعني. هنا بقى هنكتب وبعدين ايه بقى انت بتصور التجربة النهائية. احنا عندنا كام تجربة؟ تم تعبئة الكرش بنجاح. الشركه دي بلا لما ولا بتاع. ابني هو في حد فينا اتعصب؟ دلوقتي لسه واصلين وبندور على المكان اللي هنعمل فيه السيت اب، عشان هنصور المفروض انترفيو الاول، وبعد كده في سيت اب تاني حاجات زي بي رولز كده. صور على الشباك ده هو ده بتاع كنوز، يا كده يا من هنا ونجيب ده كله، يا من هنا ونجيب ده كله. ايه يعني كده اهو. بص انا فاتح الكاميرا، بص هنا كله. لو بقى في النص هنا حلو جدا ده. ممكن يلا يا نزود باشا. تفاصيل. فاهمني؟ انترفيو شوت 1 نبتدي من حاجات اللي هي السنه على دايما بتفيدنا طول. احنا بشكل مستمر. اول عينتين اطرافين، لان دي مش افضل نتيجه نقدر نوصل لها. معلم والله. معلم يعني. تمت المهمة بنجاح الحمد لله. صورنا كل الكادرات بتاعت النهارده والشوتس بتاعت النهارده. لسه بكره عندنا حبة تصوير جامدين برضو، ان شاء الله. ان شاء الله تظبط معانا. الاستاذ محمود لما سابنا ساب فراغ كبير. مخرج كبير اصلا، آه، منتج آه. ده اخر كادر. بنصور حاجات كل ده محسوب، كل دي تفاصيل محسوبه مش محطوطه اعتباطا يعني. كل دي تفاصيل مش عشوائيه، هي باين انها عشوائيه بس هي عشوائيه منظمه. ما كنتش كاتبها كده، غيروها. انت كده في ايات الاسراء، انت كده في زعتر وزيتون، ايه اللي في الاخر؟ مفعم بثراء، عشان والله اسم ما كنت البراند. كاتبها كده، كانت الراجل ده كاتب الجمله دي يا جماعه، كان البراند. الحاجات دي مش هتنزل. مش طبيعي ده كده بتتكلم. انا لو لقيتني بتكلم فيك قول لي. احنا دلوقتي يا جماعه لسه واصلين الشركه الحمد لله اهو. العده اهي. الساعه دلوقتي كام؟ 10. العشاء بتأذن الحمد لله. لحقنا المغرب، اصلا المغرب هناك يعني مش هنا. امسح الحته دي. الحمد لله والله كان يوم حلو، واحد مبسوط. انت مبسوط يا صاحبي؟ الحمد لله مبسوط جدا. بتكلم بامانه. والله مبسوط الحمد لله، اليوم طلع 100 100. حاسس ان انت كنت خايف بس نتيجة حلوة ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. بس كده المفروض بقى ان انا اقول حاجه في الباقي الفيديو، بس انا مش عارف اقول ايه بصراحه. فيعني اليوم كان طويل، وبطل تقول حاجه لنفسك عشان ما تبداش اي حاجه. انا كنت عمال اقول المايك مش معايا، المايك في البيت، فاستنى بقى لما اروح اجيبه وارجع تاني ومش عارف ايه، وبدات على طول. المهم الواحد يستمر يعني ان شاء الله. مش عارف انزل كل يوم ولا لا، بس المهم الواحد يكون عمل حاجه. لو في حاجه في دماغك قوم اعملها، ارسم شجره، ازرع بقره كده يعني. بس